كانت البداية، سطر التاريخ قصة الحضارة. أشرقت على ضفاف النيل فكانت علما وطبا وثقافة ومنارة. حضارة علمت العالم. أصدقائي، أهلا بكم، وهذا اللقاء المتجدد من البرنامج حضارة علمت العالم. جاءت مصر ثم كتب التاريخ، من هنا كانت البداية ليسجل التاريخ في صفحاته الأولى أعظم حضارة عرفتها الإنسانية، أشرقت بنور العلم والمعرفة لتضيء العالم كله وتنشر في أرجاء الدنيا مظاهر المدنية والتحضر وكل القيم الإنسانية الراقية. أسعد اليوم أصدقائي بضيافة الدكتورة ياسمين السبع، باحث دكتوراه جامعة الأزهر وعضو اتحاد المؤرخين العرب. برحب بحضرتك معانا دكتورة. أهلا وسهلا أستاذة دينا. دكتورة، عايزة أسأل الأول، لو قلنا إحنا حضارة علمت العالم، هل هذه المقولة صحيحة تاريخيا؟ طبعا جدا، لأن إحنا يعني مصر 7000 سنة حضارة، إلى الآن بيتم اكتشاف عوالم تحت الأرض، ما أقدرش أقول آثار، دي عوالم تحت الأرض. صحيح. كل يحكي ويروي قصة حضارة وقصة معرفة تاريخية جديدة، يعني من أقدم، يعني دايما أقول مهد الحضارات، زي ما بيقول دايما سيادة الرئيس، مهد تمام. الحضارات هي مصر. تمام. لسه من قريب كانوا مكتشفين مدينة كاملة في مركز طمة بسوهاج، وهي بلدي، فأنا بعتز جدا وأفخر بحاجة زي كده. تمام. مدينة كاملة، مدينة يعني ده، واحنا كل ما اكتشف فيما سبق والعالم كله منبهر به وفي حالة من الذهول كيف وصل هؤلاء في هذه العصور السحيقة لكل هذا التقدم والتطور. حضرتك بتقولي ما زلنا نكتشف، يعني هنفضل نكتشف اعتقد. يعني احنا زمان كانوا الدكاترة بتوعنا احنا في الليسانس انه احنا مصر عائمة على بحر من الآثار واحنا لسه هنكتشف، والوقت ده من سنين طويلة جدا ما كناش نتخيل ان احنا هنفضل برضو نكتشف لحد النهاردة. وبناء على النظرية اللي اثبتت صحتها ان مصر فعلا عائمة على بحر من الآثار اللي بيثبت كل يوم حضارتها وقدمها في المنطقة، بعتقد كمان لسه ولادنا واحفادنا ولسه هيفضلوا يكتشفوا في هذه الحضارة، ولن تحل كل رموز هذه أسرار الحضارة والعبقرية المصرية. وحضارة يعني هي تكاد تكون حضارة متدفقة إلى اليوم، تفاجئنا بالجديد، رغم إن يعني والجميل كمان إنها يعني قامت بعدوى الحضارات. يعني مصر من البلاد اللي أغدقت على بلدان الجوار بهذه الحضارة، سواء كان في التاريخ القديم أو التاريخ الوسيط أو حتى التاريخ الحديث زي ما هنشوف مع بعض. يعني هي دي فعلا من خصائص الحضارة المصرية، أنها لم تكن حضارة تتحكم فيها روح الهيمنة والأنانية بحيث أنها تستأثر بما تنتجه وما تبدعه لنفسها، وإنما كانت حريصة أن يتعلم منها العالم وأن يأخذ منها العالم ويستفيد العالم كله. ده حقيقي، ويمكن من النقاط اللي الواحد بيفخر بيها ان هو مصري في كل مكان، انه من قبل كل هذه الحداثة المعرفية والتكنولوجية كانت مصر بتبذل جهد، وجهد مش قليل، بانها يعني تتعلم. اكيد هي برضو كمان بتتعلم من الدول الغرب، ولكنها كانت دايما بتفيض بالمعرفة بآثار هذه الحضارة على دول الجوار للنهوض بالمنطقة عموما نحو التقدم. حضرتك أشرتي على أننا حضارة متجددة تفيض وتتدفق على العالم بنتاج حضاري متميز لا تبخل به مصر على العالم. مرت مصر طبعا بفترات من الضعف، فترات من السبات تاريخية كثيرة، ويعني زي ما بنقول احنا دايما ان الدول كائن حي يتطور وفقا للمراحل صحيح. الطبيعية لتطور أي كائن حي من الطفولة إلى الشباب إلى الشيخوخة. صحيح. ولكن تتجدد الحضارة من جديد لدينا. ننتقل إلى حضارتنا في العصر الحديث، وده اللي حضرتك فضلتي إنك تكلمينا عنه، لن نتوقف عند الحضارة المصرية القديمة في هذه الحلقة، ولكن لقائنا اليوم حول مصر في العصر الحديث، عصر التنوير، عصر النهوض وبناء الدولة
الحديثة. فحضرتك الجانب الحضاري اللي هتكلمينا عنه من خلال أو في هذا السياق وبداية النهضة والتنوير. الحقيقة النهاردة حبيت يعني بعد تفكير طويل كده احنا ممكن نتكلم عن ايه في حضارة مصر، لان طبعا يعني هنتكلم عن ايه ولا ايه ولا ايه، يعني في اختيارات كتيرة جدا حدث ولا حرج. يعني احنا من اكتر البلاد الغنية بتاريخها وحضارتها وحضارة بتعلم العالم جميعا. شفت شوية عند مدرسة الطب بالقصر العيني. الحقيقة مدرسة الطب بالقصر العيني كانت طفرة، ما كانتش مجرد يعني حدث مرة منعزلا كده عن العالم، لا يعني بيستحق ان احنا نتوقف عنده وندرسه قليلا ويعني نقف عنده شوية كده. هي اول مدرسة للطب في العصر الحديث في المنطقة كلها. ده حقيقي يعني ده حقيقي. مش بس كده، هي اول منهج اوروبي خارج اوروبا بتناظر المدارس الطب الاوروبية في ذلك الوقت. وده يعني هنشوفه مع بعض. تمام. اولا هي واحدة من اعرق المؤسسات الطبية في الشرق الاوسط وفي افريقيا كلها. وزي ما حضرتك تفضلتي هي من اوائل مدارس الطب الحديثة خارج اوروبا. وما كانتش نشأتها حدث تعليمي معزول زي ما قلنا في البداية. لا، هي جت في سياق مشروع نهضة متكامل قاده محمد علي في النص الأول من القرن 19 لما حب ينهض بمصر ويصنع منها دولة تواكب الحضارة وتواكب الركب والتطور العالمي العلمي والحضاري والتنموي. طبعا كان هدفه بناء دولة حديثة زي ما قلنا بتعتمد على العلم والتنظيم والمؤسسات اللي ليها أسس وجذر من أول تأسيسها. لعبت بقى مدرسة الطب دور مهم جدا في تطوير الطب. امتد تأثيره إلى العالم العربي وأفريقيا، وأسهمت في إدخال الطب الحديث إلى مجتمعات كانت بتتعامل في الأساس وتعتمد في الأساس على الطب التقليدي والشعبي. يعني احنا هنا ليه أهمية إنشاء مدرسة الطب بالقصر العيني، أو يعني ليه خدت كل هذا الزخم التاريخي؟ لأن في الفترة دي قنديل أم هاشم طبعا والحاجات اللي احنا شفناها تمام، الأدب عبر عنها واتعملت فيلم هايل. هي دي كانت أسس الطب، ويمكن خلفت أمراض كتيرة من الرمد وأمراض جلدية وأمراض عيون كتير قوي في الفترة دي، كانت سبب ونتج عنها مشاكل صحية كتير لمصريين. كانت سببها الرئيسي في الفترة دي هو غياب الطب الحديث والاعتماد الكلي على الطب الشعبي. وإن كنا دكتورة متقدمين في العصور الوسطى في مجال الطب في فترة الحضارة الإسلامية، ولكن توقف هذا بقى، يعني توقف التجديد وتوقف التطور والإبداع، ويعني إن هنا الحضارة توقفت، وبالتالي للأسف ويعني رصد أكتر من مستشرق وأكتر من كاتب في الكتب بتاعتهم بعض الأعمال أو الأفعال البدائية في الطب اللي كانت من شأنها أنها بتدمر الصحة أكتر، وبالتالي كان عدد الوفيات كبير. يعني خلينا نقول مثلا كده ان احنا كان عندنا عادة من العادات في بحري، يعني محافظات بحري زي الدقهلية وغيرها. ويمكن انا ذكرتها في كتابي في رسالة الماجستير، ان كان في حاجة مهنة اسمها اللحاسة. اللحاسة دي مهنة بدائية جدا لامرأة بتتوارثها عن الجدات والخالات. كانت بتدعي انها بتعالج امراض العيون. فاي حد عنده مشكلة في العين كان بيروح، لانها بطرف لسانها بتبدأ تدور على مقلة العين بحثا عن الشوائب لازالتها. ده كان المتعارف عليه وقتها، اللي كان لم يكن موجود غيره. بالظبط. فهذه الثقافة اللي كانت منتشرة وقتها طبعا كانت محتاجة النهضة الحديثة والنهضة الطبية اللي حصلت بعد كده، اللي هنشوف وصلت لحد فين. هي خرجت بره حدود جغرافيا مصر، وهنشوف ازاي. تمام. في سنة 1827 اتأسست أول مدرسة للطب في مصر في منطقة أبو زعبل تحت إشراف طبي مباشر من الطبيب الفرنسي أنطوان كلود بيك. وده يعتبر المؤسس الفعلي للطب الحديث في مصر. احنا زي ما بنقول ان مصر حضارة علمت العالم، لازم كمان نذكر ونعترف بمساعدين هذه الحضارة او الايدي والادوات اللي مكنت هذه الحضارة انها تقف على ايديها ارجلها من جديد. صحيح. كان من ضمنهم أنطوان كلود بيك. واعتمدت هذه المدرسة في بدايتها على المناهج الأوروبية الحديثة، وهي كانت في الأساس بتخرج أطباء عسكريين فقط. ما كانتش يعني كان الهدف منها هي خدمة الجيش، لأن في المرحلة دي كان أمراض الطاعون منتشر جدا في أفراد الجيش. محمد علي عايز يكون جيش كويس. صحيح. لأن دولة بدون جيش فهي بقت دولة مهلهلة معرضة في أي لحظة للاحتلال أو معاودة سيطرة الدولة العثمانية عليها بشكل أكثر حدة.
فبالتالي لن يتحقق له كل الخطة الاستراتيجية اللي عملها للبلاد. صحيح. كنا ندرس في التاريخ ان النهضة كانت مرتبطة او محورها الاساسي هو الجيش، لانه يريد ان يكون جيش قوي وبالتالي يستطيع ان يقيم أمة قوية. ده حقيقي. بننتقل بقى نقلة نوعية جدا، احنا قلنا هي بدأت 1827. تمام. 1848 بتحصل نقلة نوعية في مدرسة الطب، وبتتنقل من أبو زعبل موقعها الشهير اللي بدأت عليه موقعها الحالي على ضفاف النيل في القصر العيني بالقاهرة، اللي هو موجود حاليا، المبنى القديم حتى الآن. والموقع ده كان في الأصل قصر مملوكي، ومع هذا الانتقال تحولت المدرسة لمؤسسة كبيرة جدا بتخدم الجيش والشعب كمان، وبقت مركز طبي متكامل بيضم التعليم والعلاج والبحث العلمي كمان. لكن أنا كمان استوقفني قصر العيني. القصر العيني ليه القصر العيني؟ يا ترى يعني احنا كبرنا وبنعدي عليه وما زال الاسم بالنسبة لنا هو بالظبط هو الطب، هو علامة. هو الطب في مصر. القصر العيني القصر علامة من 1848 حتى اللحظة. القصر العيني موجود. طيب اشمعنى القصر العيني وايه تاريخ القصر العيني نفسه كمبنى؟ يعني بعيدا عن انه انتقل اليه مدرسة الطب، بيرجع القصر العيني في الاساس لواحد من كبار أمراء المماليك. هو قصر في الأساس، كان قصر من ضمن قصور المماليك اللي كانت في القاهرة. تمام. وهو الراجل ده صاحب القصر هو الأمير أحمد العيني. هو اسمه كده أمير أحمد العيني. وهو ده كان لقب اللي كان متعارف عليه. ووقتها كان معروف إن بتلقب المنازل بألقاب أصحابها، زي قصر الشوقي وقصر الدبارة وهكذا وغيره، وبيت السحيمي زي ما عندنا بيت السحيمي في القاهرة وهكذا. امتلك الأمير أحمد هذا القصر الضخم بمساحة اختلف في تقديرها في التوقيت ده انها كانت من 20 ل 30 فدان. طبعا دي مساحة ضخمة جدا بإطلالة مباشرة على النيل. تمام. لاستقبال كبار رجال الدولة، فما كانش مجرد سكن مرفه فقط، بقدر ما كان مركز اجتماعي وسياسي يليق بأمير مملوكي عايش في مصر وله وضع سياسي واجتماعي ودبلوماسي معين. لكن بعد تولي محمد علي الحكم زي ما قلنا في بداية الحلقة انه كان بيقضي على ما تبقى من المماليك، لان دي كانت نهاية دورة الدولة اللي هي دولة المماليك. تم مصادرة الكثير من قصور المماليك، وكان من ضمنهم هذا القصر ضمن سياسة تفكيك نفوذ المماليك. وقع الاختيار على هذا القصر لنقل مدرسة الطب من أبو زعبل بسبب قربه من مركز الحكم وسهولة وصول المرضى ليه، وكمان اتساع المكان، وأهم حاجة من اتساعه قابليته للتوسع. تمام. لبناء أبنية فيه تشمل زي ما قلنا البحث العلمي وأكتر من تخصص في الطب. فكر استراتيجي يعني ده لازم هيتطور ويتوسع في المستقبل، وبالتالي لازم يكون المكان مؤهل لذلك ويكون قريب من الناس. بالزبط. يعني صح. زي ما قلنا بقى أصبح طب القصر العيني مستشفى تعليمي متعدد التخصصات، بيضم أقسام للجراحة وللبطنة والنساء والتوليد والأمراض الجلدية وغيرها. وده خلاه من أوائل المستشفيات التعليمية بالمعنى الحديث والحرفي في العصر الحديث بره أوروبا. يعني أوروبا يعني العالم كان غالبا الطب في التوقيت ده في أوروبا. تمام. ثم ما يضاهيه بالظبط وما يضاهيه كان في مصر هو القصر العيني. في إسهامات كتير عملها القصر العيني علشان يكون له الريادة ويبقى دخل التاريخ من أوسع أبوابه. طب قبل الإسهامات دكتورة، النواة التي قام عليها هذا الصرح الطبي الشامخ المتميز، يعني مين اللي اتعلم؟ يعني احنا كان مازال يعني التعليم او النهضة التعليمية ايضا في بدايتها في هذا الوقت، يعني ما كانش فيه التعليم كان داخل الازهر الشريف وكان يقتصر على التعليم الديني فقط. فانا ازاي اعديت كوادر ان هي تدخل تدرس طب حديث؟ دي النقطة اللي جاية على طول. تمام. ان من اهم الحاجات اللي سهلت في دراسة الطب الحديث في مصر كان تعريب العلوم الطبية. تم تعريب العلوم الطبية. يعني هنا القصر العيني ما كانش مجرد مستشفى للعلاج، هو مركز علمي متكامل وبحثي كمان، مركز علمي بحثي. البحث العلمي ده بدأ بتعريب العلوم الطبية. أيوه. وانشئت مدرسة داخله للترجمة الطبية
ترجمت فيها عشرات الكتب من الفرنسية إلى العربية، ووضعت مصطلحات طبية عربية كانت الأساس للغة الطب في العالم العربي لاحقا. يعني الكلام اللي احنا بنتكلم عنه ده كان حجر الأساس اللي علم العالم العربي كله الطب. ويمكن مش هيغيب عن المستمعين اللي عصروا مرحلة الستينات والسبعينات ولحد وقت قريب، بل أكاد أقول إنه لغاية النهاردة بيتم استخدام كوادر من مصر لدول كتير شقيقة في الشرق الأوسط لتعليم الطب أو للإشراف على إعداد كوادر. يعني صحيح. إحنا يعني من أشهر الناس دي دكتور مجدي يعقوب طبعا، وغيره طبعا، ربنا يديله الصحة إن شاء الله يا رب وطولة العمر. يعني كوادر زي كده كتير بنفخر بيها، خرجت خارج الجغرافيا المصرية علشان تعلم دول الشرق الأوسط. ودي مسؤولية زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي يا أستاذة دينا، إنها مسؤولية على عاتق مصر، اللي أنا بعتبر دايما إنها الشقيق الأكبر لدول المنطقة. صحيح. وده مش لأني مصرية، يعني أنا صحيح شهادتي مجروحة في بلدي لأني بحبها، بس هي ده الواقع السياسي والدبلوماسي الحالي. صحيح. والتاريخي بالظبط. يعني حضرتك كباحث متخصص بتقولي ده من واقع تخصصك بالظبط. يعني وانا ما اقدرش اتكلم عن التاريخ دون الاسقاط على الواقع. وباسقاط التاريخ على الواقع اقدر اقول ان مصر هي الاخ الشقيق الاكبر لدول الشرق الاوسط. شفنا دورها اللي كان قوي جدا في ايقاف الحرب على غزة. تمام. لولا تدخل مصر والاداره المصريه بحنكه ودبلوماسيه انها تعمل مقاربه ما بين الاطراف، ما كناش هنشوف الحرب الدمويه اللي اعتقد كانت مؤثره على نفسيتنا كلنا. طبعا. يعني انا حد من الناس كان عندي شعور بالذنب لما باكل واشرب، بس انا بقول لولا تدخل الاداره المصريه كان مين ممكن يعمل ده؟ ما افتكرش ان كان ممكن الا دوله بقوه مصر وبمكانه مصر انها تجمع كل الاطراف الرئاسيه والدوليه اللي جمعتها في المؤتمر السلام بقياده الاداره المصريه علشان توقف الحرب. وهكذا مصر دائما باختلاف الحكام والرؤساء، لان سياسه مصر في هذا الامر ثابته. ده حقيقي، ده اللي عايزه اقوله، عشان كده اخترت مصطلح الاداره المصريه. صحيح. يعني بالزبط. من الحاجات اللافته فعلا الاداره المصريه لا تتغير حتى بتغير الرؤساء. صحيح. الاداره الحكيمه المتزنه اللي بتفضل السلام على الحرب واللي طول الوقت بتحرم سفك الدماء، تستشعر مسؤوليتها وبالتالي لا تتصرف بأهواء شخصية. ده حقيقي. زي ما قلنا نرجع بقى لمدرسة الطب. أيوة. لم يكن هذا الجهد لغوي فقط. يعني ما توقفش عند الترجمة أو التعريب بل كان ثقافي وعلمي. ساهم في دمج الطب الحديث داخل المجتمع المصري، والمعرفة الطبية أصبحت متاحة لطلاب العرب اللي لا يتقنوا اللغات الأوروبية. عكس دلوقتي إن طالب الطب لازم يتعلم لغة إنجليزية لأنها بقت دلوقتي سهلة وفي متناول الجميع. بالظبط. لكن في التوقيت ده كان تعلم اللغة أجنبية بالإضافة لأعباء تعلم مواد كلية الطب العملية الشاقة عبء طبعا، كان عبء كبير. وإحنا كنا في مرحلة محتاجين تخريج عدد كبير وسريع أطباء من الأطباء. كانت البلد بحاجة لأطباء بالفعل، مش بس البلد زي ما قلنا، دي الجغرافيا بتاعت الشرق الأوسط كلها. تمام. وامتد هذا أثر هذا التعريب إلى بلاد الشام والعراق والمغرب لاحقا. ويمكن واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي مش عايزين نغفل عنها ان مدرسة الطب خرجت عدد كبير من الممرضات والقابلات اللي كان لهم دور كبير جدا في مجال النساء والتوليد بالنسبة للمرأة. تمام. في بقى نقطة شائكة شوية كان برضو لمدرسة الطب القصر العيني فيها الريادة، وهي إدخال التشريح البشري. ده بيتنافى مع عادات وتقاليد المصريين. بالزبط. حرمة الموتى. تمام. كان أحد أكثر الجوانب إثارة للجدل اجتماعيا ودينيا وثقافيا. أيوة. إحنا شعب شرقي له خصوصيته وله أفكاره التي لا يتنازل عنها أبدا. فهو لن يتنازل عن فكرة حتى لو كان التشريح لخدمة بالفعل الطب. ودي حقيقة على فكرة للتأكيد. يعني علم التشريح يمكن طبعا هو وسيلة لأن احنا نكتشف أمراض كثيرة وبالتالي ونقدر نشخصها ونقدر نوصل لعلاجها. ده يعني حقيقي. هو علم بالفعل، مش وعلم مهم جدا. هو مش بس لأن احنا نكتشف الأمراض، احنا كمان هنعرف هو ده خدم ازاي الدولة المصرية بعدين. تمام. ده لعب يعني ان التشريح يبدأ يدخل في مدرسة الطب القصر العيني لعب دور محوري في ترسيخ هذا العلم. النقطة شائكة ان ازاي قدرت مدرسة طب القصر العيني انها تحترم خصوصية الثقافة والخصوصية الثقافية والدينية للمجتمع المصري، وفي نفس الوقت تطور نفسها في الطب الشرعي. تمام. وده اللي قدرت فعلا تعمله بخصوصية شديدة وبإطار حذر شديد، إنها تتطور بسرعة شديدة في الطب الشرعي وفي نفس الوقت تحافظ على إنها لا تثير حفيظة الشعب.
وكمان مش بس كده، هي لما طورت الطب الشرعي تم ربطه بالقضاء والنظام القانوني. دي نقطة مهمة جدا احنا بننساها. مش بس المعرفة الأمراض، احنا كمان عايزين نعرف الجاني. أيوة. ونحد من الجرائم. بالظبط. واحد مهم جدا من يعني من أسباب مهمة جدا ان انا ادخل هذا العلم بالظبط للطب الشرعي، هو ان انا طبعا البصمات وتحليل الجثث وتشريح وسبب الوفاة والساعة اللي تمت الوفاة فيها. تفاصيل وأسباب كتير ساعدت القضاء والنظام القانوني في أنه يقف على أرض ثابتة، ومما أدى طبعا لمصر أكثر أمانا. ويمكن برضو لأن ده حصل بدري، لو لاحظنا برضو من خلال التاريخ الشفهي والتاريخ الشعبي كده هنلاقي أن اللي محتك بثقافات عربية أو ثقافات شرق أوسط حوالينا، هنلاقي أن أغلب دول الجوار بتحب دايما يكون لها مقر في مصر، وتحب لما تحصل مشكلة عندهم في بلدهم تيجي مصر. تمام. أنا عايزة أقول حاجة كده مفارقة شخصية، إن كان ليا صديقة سعودية. أيوة. ورغم إن السعودية بلد الأمن والأمان طبعا وهي شقيق، تمام، إلا إن جدها اشترى شقة في مصر. فلما سألتها ليه قالت هو دايما كان شايف إنه مصر بلد الأمان، ولازم يكون لنا مكان في بلد الأمان علشان لو حصلت أي حاجة في هنا في البلد نقدر نيجي مصر. هذا الشعور إحساس يعني يا ليت كل مصري يشعر هذا الشعور بالأمان اللي مصر ذكرت في القرآن، ادخلوها بسلام آمنين. صحيح. فهو فعلا حقيقي. وواحدة من الحاجات اللي كمان رسخت هذا الأمان هو تطور الطب في التوقيت اللي ما كانش فيه طب شرعي في المنطقة كشرق أوسط يعني. فده سرع بوتيرة الأمان وخلى مصر كمل على مسيرة مصر من الأمان وخلاها أكثر ثباتا ورسوخا. تمام. يعني هنا نقف عند نقطة مهمة جدا، هي حتى عندما اصطدم العلم بالعادات والتقاليد الراسخة في عقول المصريين منذ فترات طويلة نتيجة الانقطاع عن الحضارة والتطور الحضاري الذي كان يشهده العالم في ذلك الوقت، ولكن كان يعني يملك المصريين من الحكمة والملكات الحضارية الكامنة بداخلهم ان هو يقدر يحقق التوازن بين هذا التطور العلمي الذي يصطدم بعاداته وتقاليده، وبين انه يكيفه مع هذه العادات والتقاليد ويستقبلها، لان هو شعب حضاري في الاخر. مع نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 بتبدأ مدرسة الطب زي ما قلنا من شوية انها تخرج طبيبات وممرضات، واحنا طبعا عارفين وجزء يعني المجتمع محتاجه بضروره. يعني الفتره دي كانت فتره انغلاق فكري شويه، فكنا محتاجين نساء طبيبات لامراض النساء، لان كان برضو النساء بتعاني وكان في نسبه وفيات عاليه في المراه في التوقيت ده. خرج الطب بالقصر العيني في الوقت ده طبيبات وممرضات أسهمت في إعادة تشكيل دور المرأة في المجال الصحي زي ما قلنا. وكان دور مهم جدا دور القابلات والتمريض، لأنه كان ما كانش فيه عدد كبير من الطبيبات، فبالتالي احنا كنا محتاجين عدد كبير من القابلات لمتابعة النساء في عمليات التوليد وعمليات الأمراض النسائية، زي مساعدات كده يعني. بالظبط، زي مساعدات كده في أثناء الولادة للنساء. وطبعا ما كانش في نسبة عالية من الولادة القيصرية، فبالتالي كانت الحياة أسهل كتير يعني، أو القابلات كانت بيكتفي بالغرض، كان بيكفي بالغرض. خلال فترة الاحتلال البريطاني على مصر خضع القصر العيني لتأثيرات إدارية وتعليمية غربية، لكن رغم كده فضل مؤسسة مصرية في جوهرها، وخرج أطباء لعبوا أدوار وطنية بارزة. وبعد ثورة 1952 أصبح القصر العيني جزء أساسي من جامعة القاهرة. تمام. وشهد توسيع هائل في أعداد الطلاب، إنشاء مستشفيات وتحديث المناهج بما يتماشى مع المعايير العالمية. في هذه المرحلة أصبح خريجين القصر العيني أعمدة الأنظمة الصحية في الدول العربية وفي أفريقيا زي ما قلنا من شوية، وكمان شركاء في منظمات كبيرة جدا زي WHO وغيرها. وده اللي خلى تأثير طب القصر العيني خارج حدود جغرافيته. هم مؤسسة عالمية وليست محلية. بالضبط. بشكر حضرتك يعني دكتورة لهذا الاستعراض للقصر العيني، صرح من صروح الطب في مصر، ليس صرح من صروح الطب كتقديم علاج فقط، وإنما كمركز علمي وبحثي له الريادة في المنطقة كلها. منه خرج شعاع
النور والحضارة ليعلم المنطقة الطب الحديث والفكر الطبي الحديث والأساليب الطبية والعلاجية الحديثة. منه تخرج عقول علمية طبية متميزة ساهمت في النهضة الطبية في العصر الحديث في المنطقة بأكملها وليس في مصر فقط. جانب حضاري مشرق لابد أن نتوقف عنده ونفخر به أننا ساهمنا في تأسيس علم الطب الحديث بكل جوانبه علاجا وعلما وبحثا، ليس في مصر فقط وإنما في المنطقة بأكملها. أختتم لقائي بحضرتك برسالة حضارية تاريخية نقولها لكل شبابنا: لكم أن تفخروا بهذا الوطن الذي يحوي صروح للريادة في كل مجالات العلم والمعرفة. ده حقيقي. ولو هقول إضافة بسيطة بعد كلام حضرتك أستاذة دينا، إنه دور التاريخ من أهم أدوار التاريخ غير التحليلات وغير النقد النصي، وإننا نقدر نطلع بمعلومات تفيد في البحث العلمي وبالتالي تفيد في تطور البلاد، إلا من أهم أدواره هو تعزيز الهوية. بالظبط، ده حقيقي. بالنسبة للطلاب الصغيرين والشباب الصغيرين، استقراء التاريخ وليست قراءته، استقراءه يعني أفهمه، أستوعبه وتشربه والتفكر والتأمل فيه. هو هيعرفنا قد إيه، وهيعرف الشباب الصغير قد إيه تعب أجدادنا للحفاظ على تراب هذا الوطن، وقد إيه التحديات اللي بتواجه مصر من قديم الأزل وحتى الآن. كتب على مصر لموقعها ولمكانتها ولثرواتها والحاجات كتير قوي، كتب على مصر أنها كانت دائما أمام أعين الغزاة. فبالتالي معرفتنا للتاريخ ودراستنا للتاريخ شيء أساسي يخلينا نقف على أرض ثابتة مما كان يفعل أجدادنا للحفاظ على هذه الأرض واستكمال المسيرة. يعني إذن هنا المعرفة التاريخية، معرفة المكانة الحضارية والريادية لمصر يؤصل الهوية والانتماء والولاء لدينا، وخصوصا لدى الشباب، يعني لأن هم اللي جايين. ده حقيقي. ويمكن أنا كان عندي مقال في الأهرام لسه منشور قريب، كنت بتكلم فيه عن أهمية دراسة التاريخ، وخصوصا أهمية دراسة التاريخ من أسفل، اللي هو معرفة الناس الشعبيين، الناس البسطاء، المجتمع العادي. بالضبط، المجتمع، لأنه المجتمع بالفعل كان مؤثر جدا في التاريخ، وليست فقط النخب وليست فقط النبلاء ورجال الساسة، مع طبعا أنهم لهم طبعا دور كبير جدا، ولكن كان في أدوار للناس العوام اللي شبهنا. فاحنا محتاجين نبحث عن ده. ودلوقتي بقى في كتب كتير عن تاريخ الناس العاديين، ده غير قبل كده. اعتقد من الحاجات المشوقة لقراءة التاريخ بالنسبة لينا احنا كناس عوام عاديين، وكمان للطلبة وللشباب. زمان وقت ما جه اتعمل الترام في مصر 1860 على ما اذكر، تمام، دخل الترام القاهرة لأول مرة. احنا هناخد فئة بسيطة جدا، ابسط فئة من الفئات المصرية وقتها هي كانت فئة العربجية والحمارة. الحمارة دي كانت وسيلة التنقل الوحيدة في القاهرة في التوقيت ده. وكانوا أكتر ناس احتكاكا بالإنجليز. البحث عن هذه الفئة البسيطة جدا بيدينا كتير جدا في معرفة التاريخ وفي معرفة حضارة مصر بعد كده، ومعمول المقاومة المصرية إنها جت حتى من أبسط الفئات. نضرب مثل بسيط، إنه لما دخل مثلا الترام، فئة العربجية والحمارة أطلقوا شائعات إنه يسبب العقم للنساء ممن تستقل، وإنه هو أطلقوا عليه العفريت، اسم العفريت. لأنه ده كده بينافسهم يعني في رزقهم زي ما بيقولوا. منافس في الدخل. وفعلا فضل لفترة من الزمن الترام معطل تقريبا، ما بيركبوش إلا النخب فقط، لأنهم الناس العادية خايفة منه بسبب مفارقات حضارية. والله يا دكتورة، دي مفارقات حضارية، تفاصيل صغيرة لكنها هو ترس خفي في محرك التاريخ المصري، فلازم الالتفات إليه. فإيه اللي حصل بقى؟ نستكمل الحكاية لأنها مشوقة في الحقيقة. هو اللي حصل بالفعل إنه تم توقف فترة عن الناس تستقل هذه الحداثة وتواكب هذه الحداثة، وعشان تفضل تستخدم العربجية والحمارة كوسيلة تنقل. هنشوف كمان إن في ثورة 19 العربجية كان ليهم دور قوي جدا في تعطيل الجنود الإنجليز في الشوارع الضيقة، في افتعال المشاجرات معاهم، في نقل المنشورات من وإلى الثوار، في رفع الأجرة فجأة مثلا. هم كانوا بيقاوموا بأبسط الحاجات، حتى فئات بسيطة ولكنها مشاركة بفاعلية وإيجابية.
إيجابية. كانوا بيقاوموا حتى بالشغب البسيط المتاح في ايديهم، وكان لديهم عزة نفس. انه مثلا كان الجندي الانجليزي لما يجي يركب مع حد من هؤلاء، من هذه الفئة البسيطة والمتواضعة جدا، وكان يحاول يمسك اللجام او يحاول يضرب العربجي او يحاول ما يدلوش اجرة، كل دي مكتوب بيها محاضر يعني بتعج بالمشاكل ما بين العربجية وما بين جنود الاحتلال اللي ما سكتوش ابدا على هذه الانتهاكات. يعني ده بيؤكد دايما ان احنا شعب حضاري بطبيعته، شعب حضاري بالفطرة، يمتلك مقومات الحضارة وخصائص الحضارة حتى في فترات الضعف، حتى مع الفئات البسيطة المهمشة بداخلها مقومات حضارية بتجعلها قادرة في وقت معين وفي لحظات حاسمة أن يكون لها دور مؤثر وبصمة وقدرة على التغيير وتحقيق الأهداف. ده حقيقي. يعني في الحقيقة أنا بشكر حضرتك، بكرر شكري لأن إحنا قدرنا النهاردة من خلال برنامجنا حضارة علمت العالم إن إحنا نستعرض جانب حضاري واحد من جوانب حضارية كثيرة، وهو مجال الطب في مصر الحديثة، وكيف أننا كنا رواد في هذا المجال للمنطقة بأكملها علاجا وبحثا وعلما. بشكر حضرتك الدكتورة ياسمين السبع، باحث دكتوراه جامعة الأزهر وعضو اتحاد المؤرخين العرب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك طيبة. شكرا جزيلا أستاذة دينا، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل المستمعين. نسعد اليوم أصدقائي بضيافة الأستاذة الدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو الاتحاد العام للأثريين العرب واتحاد المؤرخين العرب. في البداية برحب بحضرتك دكتورة ولاء، ودايما بنقول وليست مقولة عاطفية وإنما هي مقولة حقيقية أكدها الزمن وسجلها التاريخ، أن مصر حضارة رائدة سابقة سباقة علمت العالم. فكيف كانت الحضارة المصرية هي الحضارة الأولى التي علمت العالم؟ دكتورة ولاء، لو اتكلمنا عن مفهوم الحضارة، ما المقصود بالحضارة كمصطلح ولفظ؟ صراحة يعني احنا يعني لازم نعرف برضو السادة المستمعين ايه هو مفهوم الحضارة، لان طبعا بتختلف المفاهيم ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فاحنا لما نيجي نقدر نشرحها بشكل علمي مفصل وبسيط على السادة المستمعين، يعني احنا لما نيجي نقول ان الحضارة لغة كده جاية في اللغة العربية مأخوذة من الفعل حضرة، واللي بيدل على الحضور او التقدم او التواجد في مكان معين. ففي اشتقاقات لغوية كتيرة جدا بتشير لكلمة الحضارة ان هي بقى بمعنى التمدن، التقارب ما بين الناس والتأثير في الحياة الاجتماعية. لكن التفسيرات اللغوية يعني اختلفت ما بين اللغويين بعضهم البعض، لكن طبعا احنا متفقين ان هي تحضر مقابل البداوة، وان الحضارة بمعنى الثقافة والتقدم. فمعنى كده ان هي لغويا الحضارة معناها التقدم في حياة المجتمع، سواء في المدن أو في الفكر أو حتى في السلوكيات بتاعة أهل البلد أو المكان بعينه، أو حتى هنقول العالم أجمع. طيب لو هي معنى الحضارة اصطلاحا عبارة عن ايه؟ قدم العلماء كتير قوي من التعريفات حول التقدم الشامل ان هي للمجتمع البشري كله في كافة بقى النواحي. عندنا بقى الحضارة دي قالوا ان هي مجموعة من القيم والنظم بتتكامل فيما بينها، ونقدر ان احنا ننظم بيها حياتنا، ونقدر ان احنا نستغل عن طريقها مواردنا. قالوا ان هي المنتج الحضاري والمنتج البشري لطبعا اهل البلد او المنطقة بعينها او الرقعة الجغرافية. يبقى معنى كده ان هي تقدم مادي وتقدم كمان فكري. فاحنا الحضارة مظهر للتميز الانساني بمعنى اصح. يبقى ما احنا معنى كده ان احنا هنختصرها لغويا ان هي الحضارة من الحضر والحضور والتمدن او التطور الاجتماعي، واصطلاحا اللي هي المنجز الشامل للمجتمع البشري بكافة بقى نواحيه المادية والثقافية والاجتماعية اللي بتميز مجتمع عن غيره.
فباختصار كده هي تطور المجتمع في الشكل والمضمون، او في حتى في العمران والثقافة والفكر والسلوك. فهي عبارة يعني نقدر نقول ان الحضارة مرآة للقدرة الإنسانية ومرآة للإنسانية عامة، كيف ينظمون حياتهم وكيف يقوموا على تحسينها. ده اختصارا لمعنى الحضارة. دكتورة ولاء، كيف كانت مصر هي الجسر الثقافي أو ملتقى الحضارات؟ فكانت جسرا ثقافيا تعلم منه العالم الثقافة بألوانها ومظاهرها المختلفة. دكتورة ولاء، لو قلنا أهمية المعرفة، معرفة المكانة الحضارية والأهمية التاريخية لمصر في تأصيل الهوية المصرية. طبعا من الطبيعي الحضارة العظيمة اللي هي أهدت للإنسانية كافة أنواع العلوم والفنون إن هي تكون جسر ثقافي للعالم أجمع، إن هي تكون محفز للتبادل الثقافي ما بين الحضارات وبعضها البعض. فلنا في ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر، مجد على الدهر مدا كانت أوائله، ودولة لبني الفصحى وسلطان، لنا بها وطن حر نلوذ به إذا تناءت مسافات وأوطان. فمصرنا الحبيبة بالفعل هي جسر ثقافي بسبب عدة عوامل. ايه هي؟ اول حاجة موقعها الاستراتيجي. ما احنا لما بنيجي نتكلم عن مصر احنا لازم نقول مصر لا شرقية ولا غربية، مصر تحفة جغرافية، هي حجر زاوية الدنيا وهي قلب الكون، هي مجمع الأرض ومفرق البحار. احنا بلدنا مش موقع جغرافي فقط، لكن دي حضارة وتاريخ. موقع مصر وقعت على مفترق الطرق ما بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، فكانت نقطة التقاء حضاري بالفعل، بالإضافة للممرات المائية اللي هي موجودة فيها أساسا اللي ساعدت على النقل الحضاري، منها نهر النيل العظيم، وبالإضافة إلى البحر المتوسط اللي احنا مش هنعرفه إن هو بيقع شمال مصر وهكذا وهكذا، إن هو مسطح مائي وهكذا، لكن هو كان معبر حضاري بينقل الفكر وبينقل المعرفة لكافة شعوب العالم. فمن هنا كانت مصر حلقة وصل ما بين حضارات العالم، وبالإضافة إلى بلاد النوبة اللي نقلت لأفريقيا، وزي ما قلت بقى عن طريق البحر المتوسط نقلت لأوروبا، عن طريق طبعا البوابة الشرقية لمصر نقلت لآسيا وبلاد الشام وغيرها. فكانت مصر ما كانتش معزولة، لكن كانت جسر للتبادل المعارف وما بين الشعوب وبعضها. بالإضافة إن مصر كان ليها ريادة في العلوم والتقنيات. يعني احنا لما بنيجي نتكلم عن ابتكارات المصريين في الرياضيات والهندسة، ده هم اللي وضعوا قواعد الهندسة المعمارية عشان يقدروا يبنوا الأهرامات والمعابد، اللي هي ألهمت مين؟ ألهمت علماء اليونان والرومان بعد كده. طيب قدروا ان هم يحسبوا المساحات والأحجام اللي كانت أساس عشان يتطور على أساسه ايه؟ علم الرياضيات في العالم القديم. أنا عايزة أقول لحضراتكم وللسادة المستمعين جميعا إن فيثاغورس جه لمصر، وطبعا المدرسة الرياضيات الرئيسية في هليوبلس رفضوا ياخدوه، فالتحق بمدرسة يعني هنقول مدرسة جانبية كده، مش هي المدرسة الرياضيات الأساسية، وأصبح بعد ذلك فيثاغورس. حتى لما نيجي نشوف في الطب وكيف برع فيه المصريين، وطبعا احنا عندنا برديات بتثبت زي بردية أدوين سميث وبردية إبرس وغيرها، ازاي شخصت الأمراض، ازاي العمليات الجراحية اللي حصلت، ازاي المعارف دي قدرت تنتقل بقى لعلوم اليونان والرومان بعد كده، لأن طبعا مصر بعد ذلك تم احتلالها من قبل اليونان اللي هم حضارة الإغريق، اللي هم تأسس بفضلهم الله الحضارة البطلمية. لأن بعد طبعا ما الإسكندر الأكبر جه مصر وبعد وفاته قسمت إمبراطورياته ما بين قواده، فكانت مصر من نصيب بطلمس الأول، عشان كده أطلقوا عليها الحضارة البطلمية، اللي هم كانوا 14 بطلمس حملوا كلهم رقب بطليموس. ازاي مصر كانت متطورة في الفلك والتقويم؟ زي ما قلت لحضراتكم ان هم بدأوا التقويم الشمسي، بدأوا يقسموا حتى المواسم الزراعية. يعني حضراتكم الفصول ما كانتش 4 فصول زي اللي احنا عليه الآن، لكن كانوا 3 مواسم بس، اللي هو موسم أخط اللي هو موسم الفيضان اللي كانت بتبدأ به السنة،
من 19 جولاي ل 19 طبعا في الوقت دوت، وكانوا بيقيسوا بيها منسوب النيل، ودي كانت بداية المواسم الزراعية، وبعد كده موسم البذر، وبعد كده موسم الحصاد اللي هو شمو، اللي جت منها بعد كده كلمة شم النسيم. يبقى معنى كده انه كان اخت وبيرت وشمو، دول كانوا الثلاث فصول اللي كانت موجودة، وكان الفصل مقوم من 4 شهور بدل ما نحن عليه الآن من 3 شهور. لما نيجي بقى بعد كده نتكلم عن الأدب والفكر في الفكر المصري القديم، ازاي وضعوا مبادئ قوانين الأخلاق، حتى القصص اللي كانوا بيطرحوها اللي هي دمجت ما بين العلم والمعرفة وما بين الأسطورة، كانت بتحمل سمات أخلاقية. قصة إيزيس وأوزوريس وكيف انتصر الخير على الشر، وكيف أنها حافظت على ابنها وجمعت شتات زوجها، وإن هي وضعته تحت الشجرة، وهكذا. يعني في الآخر بينتصر الخير على الشر. فكان حتى القصص الأسطورية اللي كانت موجودة في الفكر المصري القديم كانت بتحمل العديد من السمات والقواعد الأخلاقية اللي بتنظم المجتمع. فجي بعد كده اليونانيين زي ما قلت لحضرتك أخدوا مننا، وبعد كده الرومان. حتى الدين ازاي كان جسر فكري وجسر اعتقادي للمصري القديم قدمه للحضارات التانية. ده زي ما قلت لحضرتك المعبودات المصرية ورموزها تم انتقالها عن طريق الجسور التجارية والسياسية لبلاد النوبة وبلاد البحر المتوسط. التجارة كانت وسيلة نفسها لنقل المعرفة، فكانت التجارة مع بلاد الشام، مع النوبة، مع لبنان. بعد كده ما انتقلتش السلع فقط، لا دي كانت بتتنقل كمان الأفكار، وكانت بتتنقل المعتقدات، وكانت بتتنقل الفنون. فالمصريين نقلوا تقنيات زراعية وبعثات علمية ونظم ري للمناطق اللي كانت محيطة بمصر. فمصر تأثرت بالمعرفة القادمة من شعوب البحر المتوسط والشرق الأدنى، وأثرنا فيها لأن احنا طبعا كنا حضارة رائدة لكافة حضارات العالم. فكان حتى التعليم والكتابة ده كان هنقول حقل معرفي متميز. احنا كان عندنا الكتابة الهيروغليفية والهيروطيقية والديموطيقية. فحتى الأشكال المختلفة للكتابات ديت قدرت إن هي توثق المعرفة بشكل دقيق. فكان الكهنة والحكام المصريين حفظوا العلوم والفنون، وهي أصبحت هي دي مخزون المعرفة البشرية القديمة، هي دي المخزون. فمصر مصدر إلهام للعالم، استفاد منها الحضارة اليونانية، واستفادت منها الحضارة الرومانية بعد ذلك. فكانت مصر حلقة وصل علمية وثقافية ما بين أفريقيا وآسيا وأوروبا. فهي جسدت الجسر الثقافي بالمعنى الحرفي والمعنى المجازي. فموقعنا، تقدمنا العلمي، إبداعنا الثقافي، تبادل المعتقدات من خلال القيم والدين والفكر، التجارة والعلاقات، النظام التعليمي المتطور اللي كان عندنا، كل دوت هو اللي خلى مصر جسر ثقافي علم العالم. دكتورة ولاء، لو قلنا أهمية المعرفة، معرفة المكانة الحضارية والأهمية التاريخية لمصر في تأصيل الهوية المصرية. بصراحة أنا لا يكفيني آلاف الكلمات حينما أتحدث عن حضارة مصر. حضارتنا مش مجرد صفحات في كتاب تاريخ، لأ، دي مدرسة كبيرة قوي علمت الإنسانية إزاي تفكر، إزاي تبدع، إزاي إن هي تقدر إن هي تصنع من الحجارة حضارة خالدة، إزاي إن يكون نهر النيل الحبيب مش مجرد شريان حياة ومعرفة فقط، لأ ده كمان أصبح فجر للتاريخ. كان العالم بيغرق في ظلمات البدائية، وكانت مصرنا الحبيبة تضيء الطريق بالعلم، بالنظام، بالفنون، القوانين، العقيدة الراسخة. الحقيقة إن بلدنا تستحق إن هي توصف إن هي صاحبة أقدم حضارة في التاريخ، وهي الحضارة التي علمت العالم. حضارتنا ما قامتش فقط على مجرد الوجدان فقط، لكن قامت كمان على العقل، قامت على القلم قبل الحجر،
إن هي قدرت إن هي تنجب أول كتابة منتظمة في التاريخ، أسست لعلوم كتير زي الطب والجراحة والصيدلة والكيمياء وغيرهم، حطت قواعد لعلم الهندسة والفلك، نظمت المجتمع كمان بقوانين، والقوانين ديت كانت أقدم الشرائع المعروفة في العالم الأجمع. علمت العالم ايه هي الدولة المركزية، احنا اصحاب اقدم حكومة مركزية في التاريخ من عهد نعر مر. قدسنا العلم، احترمنا الزمن، قدرنا نقدر ان احنا نصنع من علم الفلك علم ينظم لنا جميع نواحي الحياة، قدرنا ان احنا نؤمن بالحياة بعد الموت. فكانت من هنا جت الفلسفة بتاعت حياة ما بعد الموت والحياة الأخرى. يعني هو المصري القديم مش حضارة موت زي ما أحيانا بيوصفنا الغرب، لأ، ده من عشقه في الحياة حب إن هو يرسم شكل للحياة بعد الموت، اللي هي هتبقى الحياة الأبدية اللي هو هيقدر يعيش فيها. فكانت الفلسفة والمنهج اللي هو كان بيعيش فيه في حياته كان هو قائم على نظام علمي، هو من خلاله قدر ان هو يصيغ المناهج دي، وقدر ان هو يحط نظريات راسخة نقدر نعيش بيها في كافة نواحي حياتنا. لما بنيجي ننظر لأي أثر في بلدنا الجميلة، لما بنيجي ننظر حتى للأهرامات اللي هي رمز مصر، احنا مش شايفينها ان هي مجرد حجارة بس، لكن دي فيها معادلات رياضية وحسابات فلكية وعبقرية هندسية بتشهد لنا ان المصري القديم دوت ما كانش إنسان بسيط ولا إنسان بدائي، ده كان عالم وفيلسوف ومهندس وطبيب في نفس الوقت. لما نيجي نقرا البرديات بتاعت الطب بتاعتنا احنا بنفخر ان احنا مصريين، بنعرف ان العالم الحديث ده كله مدين لمصر ان هو اسس لهم اعظم حضارة في التاريخ. لما نيجي نشوف المعابد، لما نقدر نشوف ان ازاي المصري القديم قدر يحول الفن لنظام كوني كامل يقدر يفهمه الشعوب على اختلاف ألسنتها. علمت مصر العالم ان الحضارة ما هياش طرف، دي الحضارة رسالة. العلم مش تراكم معلومات بس، ده بناء إنسان. الإنسان دوت اتبنى وعاش على ضفاف النيل الخالد، نهر النيل العظيم اللي بدأت منه العلوم والمعرفة. والعلوم والمعرفة دي احنا ما قصرناهاش على نفسنا بس، دي انتقلت للحضارات اليونانية والحضارات الرومانية وبعد ذلك إلى الحضارة الأوروبية. فكانت مصر هي الشجرة الأولى التي علمت الحضارة للإنسانية. من هنا هيجي حديثنا كيف كانت حضارة المصرية علمت العالم. احنا مش مجرد شعار إنشائي، دي حقيقة تاريخية موثقة بتأكد ان مصر كانت ولا تزال منبع للفكر، مهد للعلم، وذاكرة حية كمان للإنسانية جميعها. فلما نيجي نقول حضارة علمت العالم فنحن على حق، حضارتنا العظيمة علمت العالم. دايما بنقول إنه الحضارة المصرية كانت هي البداية، وهي التي علمت العالم، وهي التي نشرت نور العلم والمعرفة والثقافة والفن وكل العلوم الإنسانية والطبيعية. كانت بدايتها هنا، كانت ثمار للحضارة المصرية العظيمة الرائدة. فلو اتكلمنا عن خصائص وسمات الحضارة المصرية التي جعلت منها حضارة فريدة متميزة، طبعا هو في سمات استدعت الحضارة المصرية القديمة حتى تكون الحضارة الرائدة. يعني احنا مشى بمنارنا في الأرض روما، ومن أنوارنا قبست أسينا، تعالى الله كأن السحر فينا، ألسنا للحضارة منطقين. يبقى من أين جاء كل هذه العظمة والفخر للحضارة المصرية؟ لتعلم العالم أجمع في كافة نواحي الحياة. كان في مجموعة طبعا من السمات ميزت هذه الحضارة الشاملة العظيمة. أول حاجة كان الاستقرار السياسي والتنظيم الإداري. الحضارة المصرية بتاعتنا اتميزت بحاجة مهمة جدا، الاستقرار السياسي ده على مدى آلاف السنين. كل ده ساعد على تطور المجتمع، تطور العلم، تطور الفن وغيره. يعني مثلا كان نظام الملكية الفرعونية اللي هي كانت قايمة على نظام الفرعون
اللي هو كان بيستمد سلطته طبعا من السلطة الإلهية، يعني كان رمز للإله على الأرض، ده منح الفرعون حياة واستقرار وجعل الناس تطيعه. النظام الإداري اللي كان محطوط حتى في مصر القديمة، وإزاي إن هم وضعوا مناصب إدارية كل متخصص في تخصصه، وكان في طبعا حكام محليين، وكان في مراقبين للضرائب والزراعة وغيرها، كل ده نظم نواحي الحياة وقدر إن هو يحقق نوع من العدالة الاقتصادية في مصر القديمة، بالإضافة بقى للقوانين والنظم. كان في مجموعة مكتوبة ومن القوانين، والكلام دوت احنا موجود، احنا تاريخنا موجود على الجداريات والبرديات، تاريخنا مكتوب على ضفتي هذا النهر من المنبع إلى المصب بالمناسبة. يعني احنا ما بنتكلم عن الحضارة المصرية كيف كانت رائدة في كافة نواحي الحياة، خاصة في القوانين وفي التنظيمات الاجتماعية وفي نواحي الحياة المختلفة. نحن لا نتكلم شعارات شفونية، لكن من خلال البرديات ومن خلال الجداريات. وفي دليل طبعا على كلامي ان مثلا عندنا صولون اللي هو اتولد 640 قبل الميلاد، وده كان يوناني طبعا، جه لمصر وزار مصر وقعد فيها حوالي 2 سنين، جه بيدرس في الوقت دوت، وقدر ان هو يقنعه ان هو طبعا يعتنق الديانة الآمونية عشان يقدر يدخل المعابد. الديانة الآمونية اللي هي للإله آمون، اللي جت منها بعد كده كلمة آمين. فكتب الوثائق عن التشريعات بتاعته أو القوانين بتاعته. حتى أساتذتنا في جامعة القاهرة في كلية الحقوق، أساتذة القانون، قالوا لما صولون جه وخدوا بعد كده روما منه القوانين، وبعد كده جت قوانين جستنيان الألواح ال12، وبعد كده فرنسا خدت القوانين منه، ووقت نابليون بونابرت طبعا خدوا. فوقتها اساتذتنا في كليه حقوق قالوا بضاعتنا وردت الينا. طبعا احنا بيسترعي انتباهنا يعني الشيء بالشيء يذكر ان احد الكهنه المصريين قال: انتم ايها اليونانيون اطفالا بيننا. الكلام دوت موجود في كتاب طه حسين مستقبل الثقافه. فاليونانيين كانوا عارفين جدا ان هم تلاميذ المصريين حضاريا. اللي بيأكد الكلام دوت مارتن برنار طبعا، وكتابه في أثينا السوداء. فالحضارة اليونانية مأخوذة عن المصرية القديمة. حتى احنا نجد ان أفلاطون نفسه اللي هو الفيلسوف العظيم في كتابه القوانين قال: علموا أولادكم الموسيقى المصرية لأنها أرقى الموسيقى، علموهم تذوق الفنون وأغلقوا السجون، فما من علم لدينا إلا من المصريين. كمان حضرتك عرفت الحضارة المصرية التقدم العلمي والمعرفي. المصريين كانوا أوائل الشعوب في تطوير العلوم المختلفة، كان ليهم إنجازات كتيرة جدا في الرياضيات والهندسة. إزاي قدروا يحسبوا حسابات المساحات والأحجام عشان يبنوا بها المعابد والأهرامات؟ ده الأهرامات دروس تدرس في علم الرياضيات والهندسة. إزاي ابتكروا أنظمة قياس عشان يقيسوا الأطوال والأوزان ويقيسوا الزمن نفسه. برعوا طبعا في علم الطب. إزاي المصريين مارسوا الطب البشري، عملوا عمليات جراحية وعملوا علاج بالأعشاب وجراحات عظيمة. إزاي كتبوا كل أنواع الأدوية ووصفات الأمراض والجروح دي. الكلام ده حضرتك موجود في برديات طبية زي بردية أودوين سميث. فالكلام دوت موجود بالفعل. علم الفلك والتقويم بقى ده قصة تانية في مصر القديمة، عشان كده كانت حضارتنا رائدة. ازاي استخدموا الحركة الدورية للنيل والشمس عشان يحددوا الفصول الزراعية. ازاي ابتكروا التقويم الشمسي. ده احنا اهدينا الانسانية اول تقويم في التاريخ. 4241 كانت مصر محددة السنة الشمسية، وعرفت ان السنة 365 يوم وربع. اتقدمنا في العمارة والفنون، عشان كده كانت دي من السمات الحضارية اللي خلت مصر تقود حضارات العالم، وتكون هي هنقول اللبنة الأساسية التي قام على أساسها الفكر والمعرفة في العالم. العمارة والفنون في مصر طبعا اتميزت جدا الفنون المصرية. عندنا بقى أهرامات ومعابد، نحت التماثيل نفسها،
وازاي الانعكاسات الضوئية للتماثيل وشكل النحت نفسه، الكتابة الهيروغليفية نفسها اللي هي عبارة عن رسومات ورموز، والرموز دي بتؤدي المعنى صوتي. كل دوت أدى لتوثيق التاريخ والدين والقوانين. نيجي بقى على الدين والمعتقدات. ده احنا لو اتكلمنا عن الدين في مصر القديمة هيجعلها حضارة رائدة في التاريخ. ازاي خلوه يؤثر على نواحي الحياة؟ اولا هم كانوا مؤمنين بمبدأ التوحيد، ان الاله الخالق الاساسي هو واحد. طب هتسألوني هتقولي لي يا دكتورة ولاء، طب ما هو كان في معبودات كتيرة جدا في مصر القديمة. لا، هم كانوا بيعبدوا التجلي الالهي في شكل مثلا اللي هي هنقول مثلا معبود الفيضان، معبود الزراعة، وهكذا. فده كان الاعتقاد بتاعهم في مصر القديمة، وازاي ان هم وصلوا لمرحلة التحنيط عشان يحافظوا على الجسد في طبعا في الرحلة النهائية اللي هي رحلة ما بعد الموت. الطقوس الدينية نفسها كانت اساس للحياة الاجتماعية والاحتفالات اللي كانت بتحصل. الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمصري القديم كانت منظمة جدا. ازاي؟ طبعا لو جينا نتكلم مثلا في الاقتصاد هنتكلم اول حاجه عن الزراعه، لان احنا حضارتنا حضاره نهريه. يعني تصنف الحضارات لصنفين: حضاره نهريه وحضارات صحراويه. فمصر وبلاد الرافدين من الحضارات النهريه، لان قامت حضارتنا على ضفاف هذا النهر. طيب يعني معنى كده ان لولا نهر النيل ما كانت الحضاره المصريه، لولا نهر النيل والمصريين، يبقى مصر هبه النيل والمصريين. طيب الزراعة ازاي استغلنا فيضان النيل عشان نقدر ننتج الغذاء؟ ازاي حسبنا منسوب النيل نفسه؟ ازاي ان احنا قدرنا نقدر ارتفاع مستوى النيل وحجم الفيضان، وهنكفي قد ايه من الزراعة والمحاصيل هتغطي قد ايه في هذا العام؟ قدروا ان هم يوصلوا لعدد كبير جدا من الحرف والصناعات قدرت ان هي تخدم حياتهم، وكمان بتصل لمرحلة من التطور ليس له نظير. يعني احنا لما نشوف المقتنيات نفسها اللي موجودة داخل المتاحف والمقابر احنا بنتعجب من دقة الصنعة اللي كانت موجودة في مصر القديمة. البنية الاجتماعية بقى لو جينا نتكلم عن الطبقات الاجتماعية نفسها، وكان كل طبقة لها دور محدد. كل طبقة كان بتعمل على توازن المجتمع واستقراره، كل طبقة كان ليها حقوقها وليها واجباتها. كل ده كان متوثق حضراتكم على البرديات وعلى الجداريات، وكان في طبعا قوانين بتحكم الحياة الإنسانية زي قوانين معت في العدل اللي هي جاءت تشقق بعدها جميع القوانين. نحن وضعنا القوانين قبل أن تجيء الأديان. ازاي المصري ابدع ثقافيا وفكريا؟ المصري القديم كان رائد في الفكر والثقافة، الادب والشعر. حتى هنقول اقوال الحكماء في مصر القديمة كيف كان الدستور اجتماعي، زي الامثلة اللي احنا عايشين بيها الان، وان هو هنقول هو دوت الفولكلور الاجتماعي اللي داخل المجتمع المصري. كمان المصري القديم كان ليه ثقافته الاجتماعية اللي كان عايش بيها من خلال اقوال الحكماء، وكان اغلب الحكماء دول كانوا من الكهنة اللي هم رجال الدين. وده اللي خلق حاجة معينة عند المصري القديم من فكره التقدمي، ان هو ازاي يحافظ على الهيكل الاجتماعي والبنيان الاجتماعي. وطبعا كانوا محافظين جدا على الأسرة واستقرارها، وكان المرأة كانت قسيم الرجل في إعمار الكون، وكان كل واحد عارف دوره وكان بيقدر يأديه على أكمل وجه، وكان في قدسية لنظام الأسرة. الحقيقة أن مصر هي الأرض والوطن المعيش. كل الشكر للدكتورة ولاء محمد، أستاذ التاريخ وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو الاتحاد العام للمؤرخين العرب وعضو الاتحاد العام للأثريين العرب واتحاد المؤرخين العرب. كانت معكم لميس سعيد، هندسة إذاعية، ودائما أرق تحياتي وكل عام وأنتم بخير. في الأسبوع المقبل حلقة جديدة في موكب الحضارة.